السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض كيكة الخلاط الاسفنجية بطريقة سهلة وسريعة جدا، وهنضيف لها مكون واحد بس هيخليها لونها حلو وطعمها جميل جدا. شايفين الكيكة هشة ازاي ومش مكتومة؟ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل جديد. شايفين ما شاء الله كيكة طرية مش مكتومة وهشة ازاي ولونها جميل ازاي. بالفيديو ان شاء الله هقول لكم على مكون اقول لكم ازاي تخلوا الكيكه لونها حلو كده. اول حاجه هنبدا نقول بسم الله. معايا نص كيلو دقيق نخلاه كويس، اهم حاجه ان احنا ندخل الدقيق كويس. معايا كوبايتين سكر، معايا كوبايه لبن، معايا كوبايه الا ربع سمنه، معايا علبه زبادي بلدي، معايا 4 بيضات بدرجه حراره الغرفه، معايا كيس بيكنج باودر، كيسين فانيليا. المكون الاساسي اللي انا بقول عليه كيس تانج برتقان، هو ده اللي بيخلي لونها جميل وطعمها حلو قوي. هنبتدي ان احنا نفضل المكونات الجافة على بعض، هننزل على الدقيق ببيكنج باودر ونسيبهم على جنب. اول حاجة هنبدأ بيها هنكسر البيض في الخلاط، هنكسر 4 بيضات بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين كده. بجد يا جماعة جربوا الكيكة دي بالطريقة دي هتعجبكم بجد. بعد ما كسرنا البيض بالشكل دوت في الخلاط هننزل عليهم بمعلقة صغيرة من الخل. ميزة الخل هنا بتعين الزفارة وبتخلي الكيكة هشة مش مكتومة. ننزل عليهم بالفانيليا، كيسين الفانيليا، ننزل عليهم بكيس تانج برتقان، بتخلي الكيكة طعمها جميل جدا وبتخلي الكيكة لونها حلو قوي. هنبتدي نضرب المكونات دي في الخلاط بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، وابتدي انزل عليهم باول كوباية سكر واضربها كويس. واخلي بالي ان احنا هنا بننزل بحاجة حاجة وبنضربها كويس عشان خاطر ما نحملش على الخلاط بتاعنا ويتحرق. نزلت بالكوباية التانية بتاعة السكر بضربها، ونزلت عليها بنص كوباية لبن عشان تخلي الخلاط يمشي معانا كويس عشان ما يتحرقش. وابتدي انزل المكونات كلها في الخلاط بالشكل دوت واضربها كويس زي ما حضراتكم شايفين كده بالشكل ده. كده خلاص المكونات السائلة خلصت معانا، افضيها على جنب. اكون مجهزة الصينية اللي اخبز فيها الكيكة، ابتدي ان انا ادهنها كويس بالسمنة وابدرها بالدقيق كده بالشكل دوت. ودقيق الزايد اهم حاجة ان احنا ننزل الدقيق الزايد منها. وابتدي ان انا انزل بالخليط بتاعنا المكونات الجافة على المكونات السائلة بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين كده. ابتدي انزل بالتدريج بالدقيق على المكونات السائلة واضربها كويس بالمضرب بالشكل ده في اتجاه واحد علشان الدقيق بتاعنا ما يكلكعش مني. وابتدي افضل المكونات الكيكة بتاعتي في الصينية بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، واخبطها خبطتين وادخلها الفرن كده بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين كده. اهم حاجة تسيبوا الكيكة تبرد كويس عشان خاطر تعرفوا تقطعوها عشان ما الكيكه ما تفرولش منكم. بجد ما شاء الله جميله جدا. ايه رايكم في لونها كده؟ وايه رايكم ان هي هشه ومش مكتومه بالجمال ده؟ بعد كده هنعمل مشروب، هنعمل كابتشينو بتاع المحلات بطريقه سهله جدا وسريعه جدا. معانا ربع كوبايه سكر على ربع كوبايه نسكافيه بلاك على ربع كوبايه ميه، ونضربها كويس بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. اهم حاجه ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نبتدي نعمل المشروب ان احنا نقدمه مع الكيكه او نشربه مع الكيكه، تبقى حاجه جميله جدا. كده الكابتشينو خلاص اتضرب كويس وبقى بالقوام ده معانا. نبتدي ناخد منه معلقتين كبار ونحطهم في الكوبايه ونكون مسخنين اللبن وننزل عليه بالشكل ده. وبس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.